السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعرف مع بعض تتبيلة الاسماك او بهارات الاسماك الاصلية بطريقة مفيش اسهل منها، اسهل بكمان انك تروحي تشتريها من بره انك تعمليها في البيت. بجد سهلة وبسيطة، وكمان المقادير بتاعتها متوفرة جدا، فجربوها. متأكدة انها تعجبكم جدا. معلقة صغيرة منها على اي اكلة اسماك او شوربة سي فود هتودي معاكي الطعم في حتة تانية خالص. يا رب الفيديو يعجبكم، حطوا له لايك، ولو عجبتكم فكرة الفيديوهات القصيرة ما تنسوش تقولوا لي في التعليقات. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. بعد كده هنعمل بهارات السمك. انا ما عملتهاش معاكم قبل كده فحبيت اعملها في الفيديو ده. هنحط معلقة كبيرة من الكمون، معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة كبيرة من الفلفل الاسود، هحط كمان معلقة كبيرة من الكركم. يعني من كل حاجة هنقولها معلقة كبيرة. معلقة كبيرة كمان من البابريكا، ومعلقة كبيرة من الثوم البودر. تمام، هما كلهم 7 بهارات: بابريكا وثوم بودر وكركم وكمان فلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة. دول 6 حاجات. 7 مكون معانا. معلقة صغيرة من الحبهان البودر او الحبهان الصحيح لو انت هتطحنيهم مع بعض. اخر حاجة هحط معلقة كبيرة من الملح البحري، وده عشان يحافظ عليها ان هي ما ترطبش، وكمان عشان تكون متملحة وبيحافظ عليها اطول فترة ممكنة. دلوقتي انا بضاعف المقادير، يعني انا نفس الكميات اللي انا قلت لكم عليها دي هحطها تاني عشان كنت عاوزة اعمل كمية كويسة تكفيني فترة طويلة. زي ما قلت لكم الكميات اللي انا بعملها دايما بتكفيني حوالي شهرين كاملين، ما بحتاجش اعمل غيرهم خالص. بالنسبة لبهارات السمك سهلة جدا، هما 7 مكونات زي ما قلت لكم. 6 مكونات منهم معلقة كبيرة، ومكون السابع اللي هو الحبهان بيكون معلقة صغيرة بس. هبدأ كده احطهم كلهم برضو في المطحنة بتاعة الخلاط، وهطحنهم ونعمهم كويس جدا. تاخدي منهم بقى رشة كده على اي سمك، على شوربة السمك، شوربة سي فود، صينية سمك، سنجاري، مقلي، مشوي، اي نوع سمك عندك هيودي الطعم بتاعه في حتة تانية خالص. يعني انسي اي سمك بتعمليه بالطريقة العادية، لا زودوا عليه بهارات السمك، وخصوصا اللي عاملينها في البيت بجد بتفرق جدا جدا في طعم السمك وبتنقله في حتة تانية خالص. كده بفضيه كده في الطبق عشان تشوفوه، لكن انا لو هستخدمه على طول فبعبيه في برطمان على طول. شايفين بيبقى لونها حلو قوي وريحتها بجد بتكون تحفة جدا. هبدأ بقى اجيب برطمان ازاز يكون نضيف كده وناشف جدا جدا من المية، واعبي فيه التوابل بتاعتنا. طبعا افضل حاجة الازاز، ممكن تحطي فيه بلاستيك بس الازاز بيكون افضل وبيحافظ على البهارات بتاعتك وعلى الريحة بتاعتها اطول فترة ممكنة، وكمان مش بيعرضها للتلف بسرعة زي البرطمانات البلاستيك. تمام، هعبي كل الكمية بالشكل ده كده. ولو عاملة كمية كبيرة احفظيها في التلاجة، لو عاملة كمية صغيرة ممكن تحفظيها في مكان عادي في المطبخ في اي ضرفة، بس تكون الضرفة بعيدة عن الحرارة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم.